السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهندس محمد فريد بنصور النهارده فيديو جديد من سلسلة تعديلات معمارية جامعة القاهرة. احنا النهارده بنصور في شقة دور أرضي النموذج الكبير، واقفين في الريسبشن وورانا المطبخ. طبعا اتطلب مننا أكتر من مرة عايزين فيديوهات لشقق متعدلة متغيرة، تغيير كبير، تغيير جذري. النهارده بنصور واحدة من الشقق بتاعتنا اللي هي فيها تغيير لنموذج الشقة. احنا واقفين في الريسبشن زي ما حضراتكم شايفين، ورانا المطبخ امريكان. وصلنا للتعديل المعماري ده ازاي؟ خلينا نشرح كده مع بعض واحده واحده ايه اللي حصل. اول حاجه احنا واقفين هنا، ده طبعا باب الشقه الرئيسي ما اتغيرش مكانه، ممنوع ان هو يتغير. باب الشقه عندنا اول لما بندخل كان بيبقى فيه فراغ هنا كده في المساحه اللي هي اللي موجوده، وباب حمام الضيوف موجود الناحيه دي هو اتقفل، وباب حمام الرئيسي برده موجود هو اتقفل. اللي احنا واقفين فيه دي المسافه بتاعه طرق التوزيع. وش الباب كان بيبقى عندي هنا بالظبط المطبخ بتاعي، ويمكن دوت كمان الضغط بتاعنا اللي هو فيه صرف المطبخ. طبعا اتقفل كله بالكامل ودخل فيه مساحه الريسبشن. هدينا حوايط المطبخ كلها، وكمان هدينا الحوايط اللي موجوده في غرفه البلكونه. فبقى الريسبشن عندي عباره عن طرق التوزيع بتاعتي كلها مساحتها داخله فيها، وكمان مساحه المطبخ مع مساحه الغرفه اللي فيها البلكونه. وبقى عندي بلكونتين موجودين، اول بلكونه هي بلكونه المطبخ، وتاني بلكونه هي بلكونه الغرفه. بقى عندي بلكونتين كده بقى اسمهم بلكونتين للريسبشن. طبعا المطبخ لو دخلنا كده، لو اعتبرنا ان ده كان طرقه التوزيع بتاعتنا، فدي الغرفه اللي في وش الطرقه بتاعتنا. الغرفه دي حولناها للمطبخ وخليناه امريكان مفتوح عشان كمان يدي مساحه اكبر. يمكن الطول من هنا لهنا تقريبا 12 متر ونص. مساحه المطبخ طبعا مساحه كبيره، هي مساحه الغرفه. فتقريبا بنوصل تقريبا لنفس مساحه المطبخ اللي كانت موجوده في الديزاين الاساسي لشقه الاسكان. فعملنا هنا طبعا البار الامريكان، هيبقى فيه رخامه موجوده عشان تخدم على ريسبشن. وعملنا هنا الحوض بتاعنا طبعا بالتاسيسات بتاعته بالمحبس بالفلتر بتاعه. وعملنا هنا غساله الملابس. لو رجعنا كده تاني ونشوف الحمام الرئيسي بقى موجود على شمالنا، وندخل نشوف المساحه بتاعته. طبعا الحمام كان بيقف لحد هنا تقريبا. كل المساحه دي ضفناها على حساب الجزء اللي هو جنب الباب، على حساب اللي هو تبع الريسبشن. الحمام الرئيسي عندنا لو دخلنا كده، اول لما ندخل هو على شمال الباب. الباب اهو، يعني دخلت من الباب لقيت الحمام الرئيسي بتاع الشقه كلها موجود على شمالي. عندنا هنا على اليمين الحوض بتاعنا. طبعا المسافه دي بقى كلها كبرت عشان احنا رجعنا بالحمام لورا. اللي عندنا هنا تاسيس للحوض، وهنا طبعا الشاور بتاعي. طبعا احنا سايبينه ما اتعملش سيراميك عشان هيجي من الرخام في التصنيع. وعندنا القعده مكان حمام الضيوف ما غيرناش مكانها، ولكن طبعا عملناها هنا قعده معلقه بسفون مدفون. لو رحنا بقى على يميننا كده، خلاص على الشمال بقى الريسبشن، على اليمين الريسبشن بقى الاساسي بتاع الشقه تحول الى المنطقه اللي هي فيها الحجرات او فيها الغرف بتاعتنا. لو دخلنا كده على الشمال هنلاقي اول اوضه. اول اوضه عندنا هي فيها البلكونه. البلكونه طبعا هي بلكونه الريسبشن. فاحنا خلينا البلكونه، قفلنا الحوايط زي ما حضراتكم شايفين، وخلقنا الغرفه هنا في الريسبشن. وبقت عندنا دي اول غرفه فيها بلكونه. طبعا الغرفه عندنا اتنين سيناريو للفرش بتاعها. طبعا بالاتفاق مع العميل، يا اما مكاتب يا اما هيجي سرير واحد لفرد واحد في المستقبل، بس الاستخدام الاساسي انها تبقى غرفه مكاتب. الغرفه الاساسيه هي غرفه لفردين. اول حاجه على اليمين، اول لما بدخل من باب الغرفه، باب الغرفه اهوت عندي. بعد كده بدخل على اليمين على طول لغرفه الدريسنج. خلقنا غرفه دريسنج كمان لان الاستخدام لبنات، فطبعا الدريسنج مساحه مهمه جدا للاستخدام. زي ما حضراتكم شايفين كده شغالين لسه في اعمال فينش الكهرباء. ده شباك الريسبشن، ودي بقت مساحه الاوضه اللي عندي. بقى الشباك موجود في الاوضه عشان طبعا التهويه. وبقت الاوضه فيها سريرين، سرير الناحيه دي وسرير الناحيه دي، وما بينهم كومود زي ما حضراتكم شايفين. لو رحنا بقى لغرفه الماستر، غرفه الماستر برضو من الغرف اللي هي اتغيرت وبقت غرفه فندقيه. يعني ايه غرفه فندقيه؟ انا عندي الغرفه الماستر، لو شفنا ده الباب كده بتاعها جنب المطبخ على طول، او بقى المطبخ اللي احنا خلقناه. عندنا مكان للحمام من جوه الغرفه، وعندنا كمان مكان للدريسنج. والغرفه بمساحتها الكامله واسعه.
الحمام ده كان حمام الرئيسي، طبعا قفلنا الباب من بره وغيرنا التقسيمه بتاعته وخليناه حمام للماستر. عندنا القعده الناحيه دي، برضو القعده هي قعده معلقه والسيفون مدفون، وعندنا هنا في الوش الحوض طبعا وتاسيس كهرباء للمرايه، وعندنا المنطقه دي هي منطقه الشاور بتاعنا، برضو هتتقفل رخام وسكوريت. وخلقنا هنا دولاب موجود عشان نقدر نحط فيه فوط، او نحط فيه ادوات نظافه او شامبوهات او احتياجات الحمام اللي بتحتاجها. الغرفه الثانيه ده كان الحمام بتاع الماستر، خلاص اتلغى الحمام بتاع الماستر وبقى غرفه دريسنج، بس كمان كبرناه وطلعناه لقدام وبقى مساحته اكبر. طلعناه لقدام طبعا، صغرنا الطرقه ديت، وكمان بنينا هنا الكتف بشطره بحيث ان هو يدي شكل معماري غير تقليدي يعني. غرفة الماستر طبعا بمساحتها وتقسيمتها العادية اللي حضراتكم متعودين عليه، بس طبعا من غير دولاب عشان الدواليب بقت موجودة في الدريسنج. طبعا المساحة بقت واسعة، التسريحة، السرير، التلفزيون، بقت المساحة موجودة وواسعة معانا. طبعا احنا كمان بنركب الابواب، ويمكن الاسترتش موجود عشان تغليف الابواب قبل اعمال فينش النقاش، طبعا بعد ما نخلص فينش الكهرباء. اتمنى الفيديو يكون عجب حضراتكم، ودايما لما بنتسال التعديل المعماري افضل تعديل معماري عملتوه، دايما الاجابه واحده: التعديل المعماري حسب احتياج حضرتك، انت حضرتك محتاج ايه. تعال نفكر مع بعض، تعال نشوف تصميمات كتيره مختلفه عندنا. استنى حضراتكم تشرفونا وتشوفوا افكار كتير عندنا. اتمنى الفيديو يكون نال اعجاب حضراتكم. شكرا جزيلا.